إدارة النادي الأهلي ومغامرة اسمها ريبيرو. ريبيرو هي تاني مباراة ليه فعلا مع بالميراس، تاني مباراة رسمية. ما تقدرش نحكم عليه، لازم ناخد فرصته. تحكم عليه بعد شهر ولا مش عارف كام، 10 ماتشات ولا ايا كانت المدة قد ايه. آه، ولازم ياخد فرصته والكلام الجميل ده كله. لكن يا جماعة، هو من امتى الأهلي بيبقى ساحة للتجارب لمدربين مبتدئين؟ ريبيرو كمدرب ما دربش فريق كبير على مستوى البطولات زي النادي الاهلي. البطولات اللي حصل عليها قليله وضعيفه. وفي نفس الوقت الاهلي جايب صفقات كبيره جدا جدا، لعيبه على اعلى مستوى، جمهور عنده طموح كبير جدا ملوش حدود. كل ده كان محتاج مدرب كبير، مدرب لما يدخل اوضه اللبس على اللعيبه الرجاله تقوم تقف احترام لشخصيته ولتاريخه ولسجله. كل ده مش هبص الاقي لعيب راح يتخانق على ضربه جزاء والمدرب قاعد بيتفرج ما عملوش اعتبار. لعيب انفراد باربع لعيبه على اتنين رايح عادي، ما سالش في المدرب اللي قاعد، وكل ده عادي جدا جدا ما اتعملوش فيه اي حساب. فبالتالي الاهلي محتاج مدرب ذو خبره، شخصيه وتاريخ. احنا مش ضد الراجل، لان المغامره دي فعليا من الاداره ما كانتش محسوبه. انت داخل على رهان، يا تكسبه يا تخسر الموسم بالكامل. فلا، ان شاء الله اتمنى ان الاهلي يكمل الموسم بشكل محترم. لكن احنا هنا مش ضد الراجل، احنا بنتكلم عن الواقع ان الخطوه دي غير محسوبه. خطوه مراهنات، يا تكسب يا تصيب يا تخيب زي ما بيقولوا. في نفس الوقت الخلاصه ان الاهلي اكبر من انه يكون تجربه او يخوض تجربه زي دي مع مدرب لسه ملوش سي في تقريبا، لسه ما شافش النور مع اي نادي كبير. في نفس الوقت على الاقل كان وجود الراجل ده ممكن يكون في الاهلي بس في مرحله لاحقه، انما انه يدخل على اهم بطوله في تاريخ النادي عموما، في تاريخ اي نادي عموما، فده اللي مش محسوب حرفيا.